حبايب ام محمود، ربنا يديمكم النعمه في حياتي، ما تحرمش منكم. صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم والبركه تزيد. اكيد انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. الشتاء وجمال الشتاء وحلاوه الشتاء، الله عليك يا شتاء. ايوه، هتعملي البطاطا بقى كتير وتغذي العيال بقى وايه، والدنيا تبقى دافئه. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، هنا المارون جلاسيه، هنا الزبده، هنا عايزه اقول لكم حاجه كده ولا اجمل ولا اروع. المانجا من غير مانجا. ايوه، الناس المانجا هتاكل مانجا من غير المانجا، شايفين؟ وحطي في قلبها الصوص بقى الكراميل اللي احنا عاملينه ده، ولا اجمل ولا اروع. بصي بيفصل بتفصل كده، بتطلع لوحدها من غير القشر. القشر بيروح في حته وهي في حته. بالصلاه على النبي. هتجيب البطاطا الكميه اللي انت عايزاها عليه الصلاه والسلام. شوف القشر بيعمل ازاي، وتغسليها. تجيبي كيلو، تجيبي اتنين، تجيبي كيلو ونص، تجيبي اربعة، على حسب ما انت بتحب البطاطا. طبعا ما فيش حد بيكره البطاطا الا الناس اللي هي بتميز في الاكل يعني. تمام كده. المهم، فجبت انا هنا كميه بطاطا. ده ربع كيلو، ربع مج سكر، ربع مج سكر، يعني يعتبر معلقتين اتنين، يعتبر معلقتين وشويه. تمام، هنكرملهم. وبعد ما بوريكم النار اهي، هنكرمل المعلقتين الاتنين اللي هم ربع مج سكر، ربع مج سكر، وهنحطه من غير اي حاجه ونكرملهم. وبعد ما نكرملهم هنحط عليهم ايه يا ام محمود؟ معلقه ممسوحه بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. تمام كده. ومعايا كوبايه ايه، مج ميه زي الربع المج اللي احنا خدناه بتاع الشاي السكر ده، مج ميه برده. ونروح تشينه به. اول ما تفور قدامي هروح شايلاه بس خلاص. تمام. هنا رصيت البطاطا، غطيها زي ما تغطيها بقى، المهم ان انت تكمريها يعني. تمام كده. هتخلي البوتاجاز سخنتيه، وبعد ما تسخنيه هتحطيه تحت على البلاطه. هتحط البطاطا تحت على البلاطه في الفرن، وتخليها ايه، شمعه. تمام كده. ايوه، وتخليها ايه، شمعة. هترصها في قلب صينية. صينية بتلزق ما بتلزقش مش مهم عندنا الكلام ده، واخدين بالكم؟ وبعد ما رصناها انا عامله الكميه اللي احنا بنحتاجها، انت تكتري براحتك بقى. واخده، كل ما جبتها صبحه دي اتركنت عندي شويه، كل ما جبتها صبحه وعملتها في وقتها كل ما احسن، ما بقت احسن. هنا هنحط معلقه عسل اسمر. انا ما كانش عندي عسل اسمر، فقلت ايه، الجيش بيقول لك اتصرف، اتصرفت في ايه، حطيت صويا صوص كان عندي. طبعا كانت جميله. هتحط ايه كمان يا ام محمود؟ لسه في تكات وحركات واسرار مع مطبخ ام محمود. هتشيري لعيلتك واصحابك. وشايفه يا جماعه، يعني التشير مش كتير، المشاهدات مش كتير. ربنا يخليكم ليا، انا يعني هكبر بيكم ليكم من غيركم ولا حاجه. انتوا اخواتي وبتحبوا ان تشوفوني انا مبسوطه، وانتوا كمان انتوا مبسوطين. ربنا يسعدكم ويسعدني يا رب. اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود، وتشيري. اكيد الشغل ده يستاهل اللي انت تشيريه له لعيلتك واصحابك وجيرانك وكل الناس. هنا كمرناه، وبعد ما كمرناه هتولعي شمعه وتسيبيه. هياخد بالظبط نص ساعه. البيكنج باودر يا جماعه بيخليها تروح، ما بيبقاش له اي ريحه ولا اي حاجه، بتبقى اي ريحه. وتروح حطها عليه. بص عامله ازاي بقى. عايزه تولعي عليها الشوايه شويه ولعي، عايزه تسيبيها سيبيها زي ما ترتاحي. الف هنا وشفا على قلوبكم حبايب ام محمود. هتجيب الصوص الكراميل وتدهنيها، وحطها تحت الشوايه شويه لو انت حابه يعني. تمام كده. انت عملت ايه يا ام محمود؟ انا حطيتها بتاع دقيقه واحده بس تحت الشوايه، واخده بالك؟ مش عايزاها تبقى ايه، معموله او شايفه عامله ازاي. وتفتحي بقى وتاكلي زي ما انت شفتي في اول الفيديو. ما تنسينيش من صالح الدعاء واللايك والشير والسبسكرايب والتشيير لعيالك واصحابك، وصفحه ام محمود على الفيس. ام محمود لاشهى مطبخ ام محمود لاشهى الاكلات المصريه. ودي بقى لاولادك وهم رايحين في اللانش بوكس، وكلي انت وانبسطي وخدي وانت رايحه الشغل.